السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم يوم الجمعة نكثر على الصلاة على رسول الله امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. نرجو من هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التقرب من الله، وإن شاء الله يكون نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام شفيعا لنا يوم القيامة. اليوم إن شاء الله راح نحكي قصة، وهذه القصة هي نقول لكم قصة قضاء دين. ولكن كانت يعني القصة يعني سبحان الله غريبة. هذه القصة بالنسبة لي سألت الله فيها شيء أمر، وعندما سألت الله جاءني الرد مباشرةً. إذًا نقول لكم أنا قلت لكم في هذه المرحلة نمر بوساوس والحمد لله. رغم ذلك نقول لكم ربي تحسي بعون الله، تحسي برحمة الله تتنزل عليك، تحسي بأشياء، تحسي أن الله يحتويك، تحسي رغم كل شيء، وهذا كله كما يقولون الإنسان بذنوب وبأخطاء بأشياء ربما يرتكبها بلا ما يفيق ويوقع فيها، ونسأل الله السلامة العافية، نسأل الثبات، نسأل الله أن يصلح كل العيب الذي فينا كما نقولوا عيوبنا، ويبعد عنا ذنوب كبائر، ويجنبنا كبائر وصغائر الذنوب، ويقوينا على أنفسنا وعلى الشياطين، لأنه هو عدو مبين. إذًا نقول لكم اليوم حدث معي أمر، ولكن العنوان هو قضاء دين. أنا ما في الحقيقة كنت قد قرضت منذ مدة مال من عند صديقة لي، ثم بعد أشهر، ربما 3 أشهر لا أتذكر، يعني الحمد لله قررت نرجع لها نصف المبلغ، والمبلغ ما تبقى من المبلغ، يعني هذه قصتي الشخصية، ما تبقى من المبلغ سبحان الله قلت لها بعد مدة راح أرجعه لك، ولكن الأمر الغريب أني سبحان الله كنت يعني كنت في صلاتي نصلي، وقلت له: "يا ربي أعطيني إشارة من عندك أنك راضٍ عني ولو كيما نقولوا إحنا". لإني قلت لكم يعني طُحت في وسوسة شديدة يعلم بها إلا الله، تروح تختفي ثم تعود، سبحان الله. سألت الله قلت له: "يا ربي ربما غضبك حل عليَّ، ما على باليش، ما عرفتش صراحةً". ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كان عقابًا أن يرفعه عني إن شاء الله، وإن كان امتحانًا إن شاء الله ربي يعطيني الصبر والقوة. لا أجزم أنه امتحان لأن العلم لله والغيب لله، ولكن لطف الله بنا أقسم بالله حتى في العقاب كان لطف الله. هو يريد التوبة، هو يريدنا أن نتوب فقط ونعود إليه تائبين مخلصين له الدين، يعني بكل صدق، بكل كما نقولوا بكل إخلاص له. المهم قلت لكم القصة نخرج على الموضوع، ولكن أني سجدت لربي سجدة ما على باليش أسكو في الفجر والّا الله أعلم، في الفجر الله أعلم، وقلت له: "ربي أعطيني إشارة من عندك، حاجة هاكا تحسسني". كيما نقولوا القلب هذا يريح، لأنك تحسي برضا الله، أقسم بالله تحسي بأنه راضي عنك، تحسي بواحد الإحساس، الشعور تاع المستغفر ولا يشعره إلا المستغفر سبحان الله. كي تحسي بديك الراحة والطمأنينة والسكينة، آمم تقولي لا أحتاج لشيء، أقسم بالله يكفيك الله، بديك الطمأنينة والسكينة تحسي روحك كي غنية. أنا هذيك الطمأنينة والسكينة سبحان الله فقدتها عندي مدة، والحمد لله هكاك راني نجاهد في نفسي ونرجع لله مهما سقطنا، بالك سقطت في ذنب، بالك كبيرة من الكبائر، بالك الله أعلم. آآ ظنون كثيرة، وساوس كثيرة، هذيك الوسوسة من شدتها حتى وليت ما نقدرش صراحةً ما وليتش نقدر نميّز بين كيما نقولوا حنا بين، ما على باليش كيفاش يعني نوصّل هذه النقطة، ولكن الشيطان المهم الشيطان يلعب كيما نقولوا ألاعيبه باه يبعدك ولا يقنطك من رحمة ربي ويأسك أنه الله لن يستجيب لك، وأنِك راكِ بعيدة على دينك، وأن هذا ما حدث مني، وأنه أشياء كثيرة وساوس كثيرة يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم سألت الله قلت له: "يا ربي إشارة من عندك أنك راضٍ عني، أني ما أمُر بهذا".
على باليش كيما نقولوا لأنه الإنسان يخاف من غضب الله، غضب الله راه شديد والعقاب راه كيما يقولوا، ولكن يخاف وفي نفس الوقت لا يقطع رحمته بالله، دائمًا ما يقنطش من رحمة الله مهما كان، يقول يا رب ارفع عني هذا الأمر، وروني عيوبي، وريني أشياء اللي بالك راني نوقع فيها بدون بغفلة الشيطان يغويك بالك أحيانًا تطيح في أشياء ما تفيقش لنفسك. بالك بينك وبين نفسك الله أعلم. المهم سألته فسبحان الله آآ ترسل لي صديقة لي، قُلت لكم هذه الصديقة اللي قرضت من عندها المال ترسل لي تقول لي قُلت لها أنا رسلت لها أستغفر الله، أنا رسلت لها بما نكون دقيقة في نقل القصة، رسلت لها قُلت لها من فضلِك قُلت لها المبلغ المال راه يعني نصف المبلغ راه واجد باه نبعثه لك، ابعثي لي الكونت تاعك. والباقي نبعثه لك بعد مدة شهر أو قُلت لها هاكا الله أعلم، نعم. ومن بعد كي قالت لي سبحان الله تبعت لي تقول لي حلال عليك، يعني تنازلت على المبلغ والمبلغ ليس هين صراحةً، المبلغ كان كبير يعني لو كان نقارنوه بالدينار الجزائري كان كبير، كان تقريبًا بالك 40.000.000 تقريبًا 40.000.000 بالاك تقريبًا 40.000.000 يعني من ما على باليش سعر الأورو شحال راه يدير. آآ ماهيش اسكو 25 ولكن تقريبًا، أنا قُلت بالتقريب، ولكن المبلغ ليس هين بالدينار الجزائري. يعني تفاجأت وقُلت لها لا يعني بعد نهضروا نعيط لك، ولكن عيطت لها وقالت لي no ça y est يعني راهو حلال عليك. تفاجأت سبحان الله إن رَد الله، أنا اعتبرته رَدًا من الله سبحانه وتعالى. آمم تقولوا لي علاه علّقتِ هذه بهذه وعلّقتِ المال، نقول لكم سبحان الله تسألي الله سبحانه وتعالى في أي شيء. أنا كنت نسأل المطر قُلت له: "يا ربي لك غفر لي ذنوبي، يا ربي لا راك راضي عليَّ، يعني نشوف المطر في المنام من جديد، لا راك قابل استغفاري لا ولكن لحد الآن شفت المطر في الواقع، ولكن في المنام ما شفتوش صراحةً. وقُلت ممكن وسألت الله في هذا يعني سألت الله قُلت له: "إشارة منك فقضى عني هذا الدين." لأنه كان دين علي، قضى عني بأنها تنازلت عني، وهذا أنا أعتبره من الله سبحانه وتعالى إشارة. وإن شاء الله نسأل الله الثبات، أسأل الله الشفاء لي ولكل مسلم كما نقولوا على وجه الأرض. ونقول لكم الزموا الاستغفار وليس من أجل المال فقط، أنا العبرة من هذه القصة مش المال لا، العبرة من هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى تحسي بحنانته، تحسي برحمته، تحسي نقول لكم أنا كيف فقدت هذيك الطمأنينة والسكينة كي راحت لي، أقسم بالله ما نكذبش عليكم، حسيت بالظلمة في حياتي، حسيت النور انطفأ تحسي النور كي بديت الاستغفار حسيت النور في قلبي انشعل، ثم بعد مدة انطفأ. ولكن الحمد لله راني نجاهد في نفسي وما توقفتش ليومنا هذا، رغم أني الاستغفار تاعي يهبط ويطلع، وسورة البقرة لم أتركها ليومنا هذا، نهبط في العدد ولكن نعاود نطلع، وراني في جهاد مع نفسي ونسأل الله. ولكن نقول لكم نسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على النفس وعلى الشيطان، يعيننا على ترك الذنوب، لأن الذنب هو المصيبة، نقولوا شؤم المعصية. المعصية هي اللي تحرمك من حتى الضحكة تحرمك منها، تحرمك من الفرح، تحرمك مع ولادك، يعني ما تعيشيش حياتك طبيعي أقسم بالله. يعني شُفت الاستغفار وبركات الله سبحانه وتعالى وكرامات الله بهذا الذكر العظيم أقسم بالله لا يتخيله عقل. قُلت لكم حتى ديك الطمأنينة والسكينة تولي ترقصين فرحًا، أقسم بالله قلبك الداخل يفرح. أنا نقول لكل متتبع إذا كان مستغفر وعاش هذه يعني هذا ما أقوله أنا، كومنتي في كومنتير تشجيعًا وتحفيزًا لكل من يعني يتابع القناة. نقول لكم تحداو أنفسكم، ما تخلوش سبيل ولا يعني ما تخلوش ثغرة للشيطان أن يوقفكم من هذا الذكر، هذا ذكر عظيم، هذا نجاة. أنا دايمًا نشوف ونقول لكم الجنة والفوز برضا الله أولًا، ثم الجنة إن شاء الله نكونوا من أهلها.
هذه هي قُلت لكم هي قصة جَبْر من عند الله سبحانه وتعالى، أن قضى علي دين مبلغ من المال بالتنازل، يعني سمحت فيه مامولاته. صديقتي وهي ولو أنها في كرب، هي ليس في كرب مادي، هي في كرب آخر. نقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عليها هذا الكرب، وإن شاء الله تكون هذا الأمر اللي دارته إن شاء الله يكون ربي يقبله عليها ويرفع عنها الأمر اللي راهي فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همها ويفرج هم كل مهموم. نقول لكم هذه هي القصة، تحفيز وتشجيع لكن ولكم ولكل أخواتنا. إن شاء الله نعبد الله ليس لمصلحة، نقول يا رب اهدين قلوبنا، وإن شاء الله تكون عبادتنا في حب الله أول شيء، لأن الله يعطاك حبه ويعطاك رضاه. أقسم بالله سيرضيك في كل شيء بدون طلب، لأن الله يعطي المستغفر أكثر من السائل. وهذا ما عشناه، أقسم بالله أني نحلف عليه، لأني هذا تحفيز لكم. اللي راه عنده شك ولا عنده مازال يعني الشيطان يأجل له، يقول له ما تستغفرش وما كاش منها وكذا، ولا استغفر وتنازل على الاستغفار. بعد نقول لكم كاين صعوبات، كاين عقبات، كاين وساوس، كاين هجوم شيطان، كاين هجوم الإنس والجن، كاين عراقيل، كاين مشاكل تحصل، ولكن قاوم، 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 قاوم. رحلة المقاومة، الصبر، الصبر في رحلة الاستغفار، الصبر حتى يوم يعني حتى يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، حتى يوم الصبر علاه، لأنها هي رحلة حرب بيننا وبين الشيطان وبين العدو المبين. هذه هي. رغم الطيح في الذنب عاود توبوا واستغفر الله سبحانه، ما تتنازلوش على الاستغفار. نصيحتي مني إليكم، إياكم أن بأعداد كبيرة وما تعجزوش ونوضوا. رغم أنا أقسم بالله لحقت هذه الأيام ذراعي يعني عفوا يدي اليمنى اللي نستغفر بها، أقسم بالله نحسها ثقيلة، ولكن هكاك رغم ذلك نستغفر، نحط السبحة فمي لازم ما يتوقفش، ونقول يا ربي اللهم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، والله قلبًا خاشعًا، عيونًا تبكي من خشيتك، حبًا فيك يا رب العالمين. ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. لا تنسونا من صالح دعائكم. نسأل الله لي ولكم إن شاء الله الثبات على هذا الطريق، لأنه طريق النجاة. شوفوه أنه طريق إن شاء الله يقربكم من الله، وإن شاء الله نكونوا من الفائزين، وربي إن شاء الله يجمعنا في كما نقولوا في الدنيا بالاستغفار، وفي الآخرة إن شاء الله في جنات النعيم. السلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الصبر، الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر. هي رحلة جميلة فيها أشياء كثيرة 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 سترونها. ابدأوا بالاستغفار وإلزاموه لزوما تاما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.